السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبطال تالتة إعدادي عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. إن شاء الله النهاردة معانا يونت 8 بعنوان Cultures and Traditions، العادات والتقاليد. فركز معايا وسمي الله ويلا بينا. أول حاجة معانا هي الجرامر، والجرامر اللي على معالم عليك حاجة اسمها relative pronouns، يعني ضمائر الوصل. يعني ايه ضمائر الوصل؟ من اسمها حاجة هتوصل حاجة، ضمير هيوصل حاجة بحاجة، ضمير هيوصل جملة بجملة. نستخدمها عشان نربط بين جملتين، نوصل بين جملتين ببعض بدل ما نكرر الكلام. واحد هيقول لي يعني ايه نكرر الكلام؟ يعني هقول له مثلا انت معاك مثال اهو قبل الربط. قبل الربط بتقول I saw the teacher. I saw the teacher. The teacher was explaining the lesson. يبقى انت اول جملة بتقول I saw the teacher، تاني جملة بتقول the teacher was explaining the lesson. دي جملتين. بدل ما تعيد كلمة the teacher فانت بتروح جايب كلمة او اداة ربط تربط بين الجملتين. بعد الربط بقت ايه؟ I saw the teacher who was explaining the lesson. ده كده بكل بساطة. يبقى ايه هي ادوات الربط؟ هي اداة بتربط بين جملتين بدل ما تكرر الكلام، بدل ما تكرر الكلام. يبقى ايه هي ادوات الربط؟ ادوات الربط هي كلمة بتربط بين جملتين بدل ما تكرر الكلام مرتين. يعني بدل ما تقول ذا تيتشر مرتين فانت هتقول ذا تيتشر مرة واحدة وتجيب هو، تعوض عن تيتشر. تعوض عن ايه؟ تيتشر. طيب ايه هي ادوات الوصل او ايه هي الريلاتيف بروناونز؟ بعد ما توحد الله اول حاجة معانا هي هو، وهو دي يعني اللي، معناها اللي. هو معناها هو معناها اللي، وبتستخدم للاشخاص. يعني ايه اللي؟ خد المثال I like my classmates. انا بحب زملائي بتوع الفصل. هو اللي share their ideas، اللي بيشاركوا افكارهم. لما بنستخدم كلمة هو احذف الضمير اللي بيعود على الشخص من الجملة التانية زي he she they، لان انت استخدمت هو. طيب تاني حاجة كلمة which معناها اللي بس الغير العاقل. يعني ايه الغير العاقل؟ يعني الاشياء والحيوانات. مثال This is the festival which is celebrated every year. festival الاحتفالية، المهرجان اللي احنا بنحتفل بيه كل سنة. ده اشياء اهو، حاجة غير عاقلة عشان كده استخدمت which. وبرضه هتحذف الضمير they و it اللي بيعود على الشيء في الجملة التانية. بعد كده نروح لكلمة ذات معناها اللي للعاقل والغير العاقل، بتنفع مكان هو وبتنفع مكان ويتش. يعني هي الجوكر. مثال The boy that helped me is friendly. الولد اللي استخدمت ذات هي، الولد اللي ساعدني. بعد كده نروح للكلمة الرابعة اللي هي هوز دي للملكية، عشان توصف حاجة بتاع حد سواء كان الحد ده عاقل او غير عاقل. يعني عايز تقول قلم المدرس، عايز تقول طوق الكلب، يبقى الكلب هنا او طوق القطة او الكلب هنا غير عاقل، او المدرس عاقل. تمام. طيب مثال عمر is my friend whose book was lost. عمر صديقي اللي كتابه ضاع. بنشيل صفات الملكية his و her و its و their ونحط مكانها whose في النص ما بين المالك والمملوك. طيب نروح بقى بعد كده للأداة الخامسة اللي هي where هنا حيث للمكان. This is the shop where I buy sweets. ده المحل اللي بنشتري منه الحلاوة. طيب لما بنستخدم وير لازم نحذف كلمة there من الجملة التانية. لو في حرف جر ان اوقات او اي حرف جر بيوصف المكان بنستخدم which مش where، ودي
حتة مهمة. اخر حاجة معانا او اخر ضمير معانا اللي هو ضمير when معناه حيث او عندما للوقت، سواء الوقت كان سنة او شهر او يوم او ساعة مش هتفرق. مثال I remember the day when I won the medal. انا فاكر اليوم اللي فزت فيه بالميدالية. يبقى دي هي relative pronouns بكل بساطة. اول حاجة معانا بيقول لي لو لقيت فعل بعد الفراغ غالبا هتختار هو للعاقل او which لغير العاقل. يعني انت مثلا لقيت نقط بعد النقط لقيت فعل، بعد النقط لقيت فعل، غالبا هتختار هو او which. هو طبعا للعاقل و which لغير العاقل. تمام. تاني تركايه بيقول لي لو لقيت اسم صاحب وبعده اسم حاجة بيملكها مفيش غير هوز اللي انت تستخدمها. يعني انت لو لقيت اسم شخص صاحب حاجة معينة بعدها لقيت حاجة مملوكة هتختار هوز وانت مغمض. تالت حاجة الفرق بين ويتش ووير في المكان. لو بتوصف المكان كأنه جماد او في حرف جر هتستخدم ويتش. الحتة دي مهمة. يعني انت كده مع المكان بتستخدم وير، لكن لو انت بتوصف المكان كأنه حاجة جماد، يعني لو بتوصف المدرسة كأنها جماد، المدرسة جماد، فانت هتقول واتش. او لو قلت في المدرسة فانت هتقول واتش. يعني لو انت جبت حرف جر قبل المكان تستخدم واتش مش وير. طيب لو بتوصف حدث بيحصل جوه المكان استخدم وير. يلا بينا على الحل، يلا بينا. معانا اول سؤال بيقول لي the book not how I brought is very interesting. معلش هو كلمة غلط. ليه؟ لان انت قلت كتاب، تمام؟ فالكتاب هنا غير عاقل، فانت هتستخدم واتش. طيب زمان وجايب لي واتش، غلط. زمان عاقل يبقى هتستخدم ذات او هتستخدم هو. تستخدم هو. تالت حاجة the city نقط where we visited last summer is very old. تالت حاجة المفروض تبقى which لا يا مستر، ما هو city هو مكان. خلي بالك احنا قلنا بنوصف المدينة كمفعول به مش مكان بنعمل فيه، فبناخد which. يبقى لما تلاقي المكان بص، هل المكان ده احنا بنعمل فيه حاجة، ولا المكان ده مفعول به، ولا في حرف جر، ولا بتوصف المكان كأنه جماد. طيب رابع حاجة بيقول لي 2006 was the year not where my brother was born. هو where ما تنفعش لأن ده عام 2006 تاخد when. خامس حاجة بيقول لي that's the time not how we met our teacher for the first time. that's the time when عشان وقت. when that's the time when مش هو. سادس حاجة بيقول لي I know the city not who has a famous museum. اقول له سوري، مفروض which ليه؟ هنا في فعل بعد الفراغ اللي هو has بمعنى يملك. طيب انا قلت لو انا معايا شوية نقط، بعد النقط في فعل، فانا غالبا بستخدم which او بستخدم هو. طيب انا عندي المدينة عاقل ولا غير عاقل؟ لا غير عاقل، فانا هستخدم which. حل بقى 7 و8 في الكومنتس تحت، وانت بتحل في الكومنتس قول لي ايه رأيك في الشرح. يلا بينا على السكيلز، يلا بينا. السكيلز اللي معلم عليك بيقولك ازاي تكتب مقال قصير يعني شورت ارتكل. عشان مقالك يبقى مظبوط لازم يمشي بالترتيب ده. اول حاجة تايتل، العنوان. لازم العنوان يبقى جذاب ويكون بيلخص الموضوع. تاني حاجة introduction.
جملة او اتنين بتقدم فيها الفكرة الرئيسية. بعد كده بتدخل على البادي، والبادي هنا بتشرح فيه بالتفصيل وبتدي امثلة، سواء كانت مثلا عن ترابط العيلة لو انت بتتكلم على العيلة، سواء مثلا لو انت بتتكلم على الكورة فتدي امثلة عن الكورة زي ترابط او تكاتف اللعيبة جوه الملعب وخوفهم على بعض وهكذا. تدي الامثلة اللي انت بتتكلم عن الموضوع بتاعها. بعد كده في حاجة اسمها conclusion، وكونكلوجن هنا جملة بسيطة بتلخص اللي قلته وبتنهي بيها الكلام. مثال يتضح الكلام. تعالى باشا المثال. ادي هنا معانا مثال. اول حاجة title بيقول لي the power of family unity. بعد كده الانترودكشن introduce the main idea. Family unity means staying together, supporting each other and sharing good and bad times. It helps people feel safe and loved. يبقى دي كده introduction، جملة أو اتنين بتقدم فيهم الفكرة الرئيسية. بعد كده body the main topic، تتكلم بقى عن الأفكار واللي انت عايز تقوله. آخر حاجة conclusion summarize the article، اللي انت بتلخص فيها المقالة كلها. تعالى بعد كده ندخل على شوية تريكات علشان تعرف تحل الباسج comprehension اللي هو قطعة الفهم. في سؤال كده اسمه the meaning، معنى كلمة معينة. في القطعة لو سألك عن معنى كلمة جرب تشيلها وتحط الاختيارات مكانها اللي تمشي مع الجملة وتبقى صح علشان تعرف معنى الكلمة، لان هو هيجيب لك كلمة unseen، كلمة غير مرئية، فانت عايز تعرف معناها وانت مش عارف معناها، هيديك شوية اختيارات. جرب تشيل الكلمة اللي انت مش عارف معناها وتحط الكلمة اللي انت عارف معناها من الاختيارات. لو جملة مشيت تبقى دي الكلمة اللي بتساوي الكلمة اللي انت مش عارف معناها. بعد كده تاني حاجة تركات المحادثة. قالك لو الإجابة بنو أو يس ابدأ بالسؤال بفعل مساعد. لو الإجابة بتاعتك بنو أو يس ابدأ السؤال بفعل مساعد اللي هو كان is on are do does would may might، أي فعل مساعد. طب لو الإجابة معلومة زي ما كان تسأل بإيه؟ قالك تسأل بأداة استفهام how where when. في جملة اسمها what about you، دي جملة ذهبية. لما حد يكلمك ويقول لك مثلا my hobby is football, I play football every Monday with my friends، ويبدأ يتكلم معاك وبعد كده يجي يقول لك what about you، وانت بتعمل ايه؟ تبدأ انت بقى تتكلم وتعيد نفس اللي هو قاله او مش نفس اللي هو قاله، على حسب بقى انت بتحب ايه. يعني هو مثلا كان بيحب الكورة وكلمك عن الكورة، وانت بتحب التنس انت تتكلم عن التنس. نجي بعد كده لاخر حاجة اللي هي الستوري. أسرى الكابتن نيمو اللي هو الحياة داخل القصر العايم. المقابلة مع القائد the commander. أول ما دخلوا قابلوا الكابتن نيمو، راجل غامض جدا، شخصيته قوية strong willed، وعنده علم ومعرفة مرعبة بالمحيط deep knowledge. نيمو رحب بيهم بس بشروطه هو. غواصة من عالم تاني The Nautilus، غواصة من عالم تاني. نيمو شرح لهم ان غواصته النوتيلوس دي معمولة عشان تعيش بالكامل entirely تحت البحر، بتشتغل بالكهرباء powered by electricity، وتقدر تمشي مسافات خرافية من غير ما تحتاج تطلع للسطح.
without surfacing. نيمو شاف ان البحر هو وطنه، هوملاند الحقيقي، بعيدا عن ظلم البشر على الارض. العرض اللي مالوش رفض. نيمو قال لهم جملة مرعبة: يا جماعة انتم دلوقتي على المركب، وده معناه انكم مش هترجعوا للارض تاني ابدا. never return to land. انتم اسرى بس في مكان شيك. البروفيسور ارونكس من كتر حبه للعلم والفضول scientific curiosity وافق، وما كانش زعلان قوي لانه عايز يشوف اسرار المحيط. كونسل كعادته مخلص جدا لويال لسيده ارونكس، كان ما سيده يكون هو هيكون. نيد لاند الوحيد اللي دمه محروق. نيد بيعشق الحرية، فريدم، ومن اللحظة الأولى بدأ يخطط ازاي يهرب، اسكيب من السجن الشيك ده. قصر تحت المية. الحياة جوه نوتيلاس كانت مدهشة. الغواصة فيها مكتبة، متحف، وشبابيك كبيرة بتوريهم أعماق البحر. نيمو فرجهم على كنوز تريجرز مجمعها من قاع البحر، لؤلؤ، بيرلز، ذهب، قطع أثرية، ارتفاكتس غرقت من سنين طويلة. دلوقتي أبطالنا بقوا نص ضيوف ونص سجناء، half guests and half prisoners. نيمو بيعاملهم بالشياكة بس حابسهم للأبد، وبينما البروفيسور غرقان في جمال الشعب المرجانية والأسماك الغريبة وراء الإزاز، ونيد لاند عينه على الباب ومستني غلطة عشان يهرب. نيمو فجأة بيبص لهم وبدأ يوجه الغواصة لأعماق أبعد وأخطر. والسؤال هنا، يا ترى إيه اللي نيمو مخبيه في أوضة المحركات؟ وهل الكنوز اللي شافوها دي هي كل حاجة، ولا في وحوش حقيقية مستنياهم في رحلة اللا عودة؟ الرحلة لسه بتبدأ والمحيط غدار ونيمو أخضر. استعد للفصل الجاي عشان اللي جاي رعب في الأعماق. كان معكم أدهم رجب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.